هنعمل شوية ملوخية خضرة خطيرة يا جماعة. هنتكلم عن كل اسرار الملوخية، ازاي تطلع خضرة كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده واللون الجامد ده، وتفضل محافظة على اللون ده لحد اخر معلقة، حتى لو هتبات لتاني يوم. وهنعملها كمان من غير شوربة، والملوخية دي معمولة من غير مرقة، وهقولك ازاي تعملها من غير مرقة وتطلع معاكي بالجمال ده. شايفين لونها وجمالها؟ يعني اللون الاخضر ده والعرق ده، كل ده معمولة من غير مرقة، وهقولك ازاي تعملها من غير مرقة. ومن بعد الفيديو ده هتبقي استاذة ورئيس قسم في عمل الملوخية. وهنعمل كمان طشة للملوخية جنان جنان بمعنى الكلمة. كل اللي هياكلها من تحت ايدك هيدعيلك. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والكومنت، وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك. يلا بينا نبدأ. فوق او في حلة على النار هنزل بمعلقتين من الزيت وعليهم 5 فصوص من الثوم مفرومين ناعم. اول ما ريحه الثوم تبدا ان هي تظهر معايا كده، هنزل بطماطمايه واحده بس متقطعه قطع صغيره، وهقلب كويس جدا لحد ما الطماطمايه تبدا تدبل معايا. مش هحط عصير طماطم. واول ما تبدا تدبل معايا هديها هرسه بالهرسه زي ما انتوا شايفين كده. وعشان اظبط عرق الملوخيه من الاول، ما ينفعش ان انا ازود ميه كتير من الاول. هزود مع كوبايتين 2 بس من الميه. وهنزل بمرقة دجاج اذا متوفر، مش متوفر اتس اوكي مفيش اي مشكلة، انا ساعات بعملها من غير مرقة دجاج. اول ما المية ومرقة الدجاج تاخد غلوة كده، هنزل بقى من الملوخية بتاعتي واقلب، انزل وتفضل ايدي فيها واقلب واقلب واقلب، واستمر كده في التقليب لحد ما الملوخية تفك من بعضها. نصيحة مهمة جدا جدا، الملوخية ما بتتغطاش، لان هي لو اتغطت بتسقط في الحلة، ولو المية بتاعتها زادت او المرقة زادت من الاول بتسقط برضو في الحلة. يبقى لا نغطي ولا نزود مية. تمام. السر التاني بقى عشان تفضل معاكي خضرة حتى لتاني يوم، رشة الكربونات اللي احنا حطيناها دي. بقى انزل بالملوخية وافككها كده من بعضها، وحسيت ان هي تقيلة شوية، سمكها تقيل شوية، ممكن ازود مية او مرقة، وهنزود المية بالتدريج، لان انا لو المية زادت مني يبقى كده الملوخية هتسقط مني. وزي ما قلت، طول ما انا حطاها على النار ما بغطيهاش، الملوخية ما بتتغطاش. هنسيبها كده بقى تغلي مع بعض غلوتين 3، ويلا بينا نعمل الطشة. هنزل بكمية زيت محترمة، وعليها برضو كمية توم محترمة، يعني قيمة راس من التوم كده، يعني في مقدار راس من التوم. واول ما التوم ما يطلع ريحة، يعني يطلع بس ريحة مش يصفر، اول ما يطلع ريحة هنزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من الكمون، وهقلبهم كويس جدا لحد ما ريحة الكزبرة والكمون يبدأوا كده يطلعوا. هنزل بنص كوبايه من الخل، ويا دوبك هياخدوا تقليبه واحده مع بعض، وكده الطشه بتاعه الملوخيه جاهزه معانا. اطعم طشه هتاكلها في حياتك، واطعم ملوخيه هتعملها في حياتك. وهننزل بقى، المفروض ان احنا ننزل بالطشه دي بعد ما نطفي على الملوخيه خالص، واول ما نيجي نقدمها يعني. كده بس الفيديو خلص والملوخيه خلصت. وزي ما قلتلك في اول الفيديو، الملوخيه معموله من غير مرقه، مش لازم يبقى فيه مرقه. وادينا عملتها معاكي اهو. شايفين لونها؟ شايفين العرق؟ طالعه زي اللي انت بتعمليها بالمرقه بالظبط. معلومه كمان لنجاح الملوخيه الخضراء بتقعد 5 دقايق على النار، والملوخيه الناشفه بتقعد 3 دقايق على النار. اكتر من كده الملوخيه طعمها بيمرر، مش بتبقى حلو. كده الفيديو خلص، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس اللي يصلكم اشعار بالوصفات الجديده. وما تنسوش كمان تتابعونا على الفيسبوك، اسم البيج سماح مجدي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على